فيديو جديد من سلسلة تعليم فن الكونكريت خطوة بخطوة من الصفر للاحتراف. في الفيديو ده بقى هنعمل تكنيك القطع بنص ونص بالألوان اللي هو لونين مختلفين، يعني القطعة مش هتكون لون واحد، هتكون لونين، وأي لونين بقى انت عايزاهم وتختاريهم نسقيهم مع بعض ولوني بيهم. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان يوصل لناس تانية كتير. هنجيب القطع اللي هنلونها بعد ما تكون نشفت خالص، اللي هو من 3 ل4 أيام في الصيف ومن 7 ل10 أيام في الشتاء، ده وقت جفاف القطع. بعد كده هنشوف احنا محتاجين نقسم القطعة بالطول ولا بالعرض. هنحتاج بقى لزق علشان نقسم الفازة بيه. أنا هقسمها بالعرض، هلف عليها اللزق بالشكل ده علشان أحدد الجزء اللي أنا هلونه. بعد كده هنلون أي جزء منهم فوق أو تحت. أنا هلون باللون الجنزاري ده، واللون التاني هيكون لون القطعة الأساسي اللي هو الأبيض. وممكن برضو زي ما قلنا ننسق أي لونين تحبوهم مع بعض ونلون بيهم. هلون بقى الجزء اللي تحت ده، وناخد بالنا واحنا بنلون ما نعديش حدود اللزق اللي احنا حطيناه علشان تطلع مظبوطة. دهنت الفازة كده أول طبقة وهسيبها تنشف. هنيجي بقى للكوستر، ممكن نقسمه باللزق زي ما عملنا في الفازة، وممكن نعمل الطريقة التانية دي بدل اللزق. هجيب فرشة رفيعة وهعمل خط في النص، مايل بقى أو مستقيم حسب ما انت عايزة شكل القطعة يكون عامل ازاي. أنا عملت خط مايل أهو بالفرشة علشان ألون جزء واحد من الكوستر. وعادي بقى إن الخط ده يكون معوج بسيط مثلا، مش لازم يكون مظبوط قوي. التكنيك ده أصلا احنا بنحط عليه ورق ذهب أو فضة علشان نخفي الحدود بين اللونين، والقطع بتكون مميزة أكتر بعد ما بنضيف لها ورق الذهب أو الفضة. هبدأ بقى ألون جزء من الكوستر وهسيبه ينشف. وهدهن الفازة الطبقة التانية، وبعدها هدهن الكوستر طبقة تانية برضو. هسيبهم بقى ينشفوا وبعدها هشيل اللزق بالراحة كده. وده كده بقى شكلهم. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير. ولو انت بقى ناوية تبدأي الكونكريت صح من الصفر وتحوليه لمشروع خاص بيكي، أنا عاملة كورس كامل هيعلمك الكونكريت خطوة بخطوة. ولو حابة تعرفي تفاصيل أكتر هسيبلك اللينك في صندوق الوصف وكمان في أول كومنت.